دلالات الصور على الحائط للكاتبة اليهودية سيونيت فتال. الصور على الحائط. يبدو العنوان رامزا لحقبة تاريخية مؤلمة في حياة يهود بابل. ركزت فيه الكاتبة اليهودية سيونيت فتال على جوانب معتمة للمجتمع اليهودي في حقبة ما قبل الفرهود، إبان عهد الملكية العراقية، انتهاء بالمجازر التي ارتكبت بحق يهود العراق، وانتهاء حقبة الملك فيصل وجلاء البريطانيين عن العراق. اعتمدت الكاتبة في روايتها على المنهج التاريخي، فكانت الرواية التاريخية مبنية على تجربتها في ميدان البحث العلمي، وكذلك على خيالها، فنسجت أبطال روايتها بما يتفق والحقبة المنصرمة. وقد كان غالب شخوص الرواية من النساء، والقضية الأكثر بروزا هي حالة التخلف السائدة في تلك المرحلة، وتفتت النسيج الاجتماعي، والكراهية السائدة بين العائلات، والسحر الأسود الممارس بكثافة، بغية التشفي والانتقام أو الهيمنة على الأفراد، كدأب العائلات الأرستقراطية التقليدية المنشغلة حينذاك بالتصارع بدافع حب التملك والاستئثار، حيث لم يكن هنالك اهتمام بما يحدث خارج المجتمع من تغيرات سياسية متسارعة. وقد كانت لشخصية نورية بطلة الرواية، المرأة اليهودية الجميلة، دورا رياديا منذ بداية الرواية وحتى نهايتها، من كونها كافحت للنهاية وبمفردها في مواجهة المؤامرات التي حيكت لتدمير عائلتها، حيث كشفت خفايا الألاعيب الممارسة ضد عائلتها، ولم يثني عزمها موت أولادها الثلاث تباعا من أن تستمر في الحياة وتحارب بسلاح الصبر. نلحظ في هذه الرواية نقاطا مهمة جاءت متسلسلة لتبين الفكرة الأساس من الرواية. بالطبع فإن وفاة أولادها الثلاث نتيجة السحر لم تضعف همتها لتنال أخيرا طفلا اسمته ناحوم، ليكون ذلك الفتى عنوانا لمرحلة جديدة اسمها مرحلة العودة للأرض المقدسة إسرائيل. حالة الانقسام والتشرذم نتيجة طغيان النزعة الذكورية والجهل الاجتماعي، دور المرأة وصمودها واتحادها لأجل الوقوف بوجه المفاهيم التقليدية، علاقة نورية بالمطربة زيزي. فعلى الرغم من نظرة المجتمع التقليدي وقتها لشخصية زيزي وغنائها في الكازينوهات، إلى أنها برزت بشكل مؤثر في نفوذها داخل السلطة وعلاقتها بالمسؤولين، وقد استطاعت تخليص ابن نورية الوحيد المتبقي من قبضة الشرطة السرية العراقية. النقطة الثانية هي الإشارة إلى السحر الأسود كرمز يشير إلى وجود توافق وانسجام اجتماعي، وبروز الكراهية بين العائلات اليهودية ذوي الجاه، ومحاولتهم البروز على حساب ثناء وتعاسة الآخر. لقد جسدت الكاتبة سيونيت فتال العادات، التقاليد، الطقوس الدينية، الطعام، المأكل، الملبس، والمأوى، لتنقل لنا بطريقة مركزة ونتيجة سياسة معاداة اليهود لأسباب دينية وتاريخية لم يتسنى للشرق أوسطي عموما
والعربي خصوصا فهم القضية اليهودية بشكلها الموضوعي بعيدا عن نظرية المؤامرة ومزاعم الأنظمة القمعية العربية التي استفادت من قضية فلسطين لتدعيم سلطاتها وخداع شعوبها. فبقي العقل الشرق أوسطي مغيبا كارها لليهودية والصهيونية إثر تلك الدعاية المنظمة الممارسة عليه طيلة قرون وحقب وعقود. فكان لرواية الصور على الحائط دورا في مد الجسور بين اليهودي وغير اليهودي، وإن كانت تسلط الضوء على حقبة معينة محددة تخص يهود العراق دون غيرهم. وبما لا شك فيه فإن حرب الأكثرية ضد الأقليات نتيجة لأسباب سياسية وعقائدية كانت عنوانا عريضا للقرن العشرين. نذكر إبادة الأرمن، الكرد، مذبحة ديرسم، حلبجة، الأنفال، والمذابح التي ارتكبت بحق السريان كمذابح سيفو. التركيز على تأثير الحاخامات على المجتمع من جهة، ودور السحر الذي كانت تمارسه نخبة المجتمع في الإضرار بالأفراد، في إشارة لطبيعة العصر السائدة وابتعاد الناس عن التفكير بالدراسة والارتقاء، والعبء المضاعف الذي تبديه المرأة للتمسك بالعفة الظاهرية وتفادي بطش الذكور في الشارع أو البيت، حيث تتجلى مواقف النسوية في الرواية بتصاعد حاد في الكشف عن ازدواجية الرجل وامتهانه لعب دورين متناقضين، حيث يحق له مجاورة العاهرات في المراقص، وكذلك نعت المرأة التي تقيم معه بالسيئة وكونها منبع الرذيلة والفجور واللعنات. فتعود الروائية يونيد فتال في التأكيد على دور المرأة إن تجاوزت الكراهية في إنقاذ الرجل من الموت وإنقاذ ما تبقى للخروج بهم من قعر الهلاك إلى الأرض الموعودة.